السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا إخواني أخواتي في فيديو جديد. مرحبا بكم معايا في مطبخ حسناء القوطة. اليوم غنشارك معاكم هاد الكسكسو بالتفاية ديال عيد الأضحى، اللي هو مغاير على التفاية اللي كندير. هو في الحقيقة ديال حماتي الله يرحمها مسكينة ويوسع عليها ويرحم جميع المسلمين، الأم ديال الزوج ديالي، اللي كدير هاد الطريقة كتجي غزالة وفنة بنسمة زوينة مغايرة على العادة. نبداو على بركة الله. هنا في العادة ديال الزوج ديالي كيديروا نهار تاني عيد العنقرة بالتفاية بكسكسو. كان ناخدو العنقرة تقريبا اللي بغيتو. هنا خديت واحد الكمية كبيرة، درت معلقة كبيرة ونص ديال البزار، سكين جبير، خرقوم عرق، الملح، معلقة صغيرة ديال السمن. خديت جوج بصلات مشلضين وقبطة ديال القزبر ومعدنوس. درت الزيت البلدية والزيت الرومية. هنا الزيت البلدية والزيت الرومية غير شوية شوية، لان عندي هاد الغلميخ يكون شوية فيه ليدام، فنحاولوا ما نكتروش من هاد الدهنيات ديال الليدام لانها طلق لينا بزاف ديال الليدام. كنشحروا هذيك العنقره مع البصله واللي قامه حتى كتشحر. الطريقه راه ساهله عاديه كما موالفه، كنديرها معكم شحال من مره حتى كتشحر مزيان. وغادي نرويوها بالماء طيب كما كنروي دائما، كنخليوه كيطيب. وغادي نزيد ندوز نبسس معكم كسكسو. كسكسو دائما كنديروا ليه شويه الزيت وكندخلوه فيه مزيان. علاش هاد الزيت كنديروه؟ باش ملي كنديروا فيه الماء وكنبسوه بالماء ما كيلصقش لينا وما كيديرش لنا كواريات. ضروري هاد شويه الزيت اللي دائما راه كنديروا معكم مره وشحال من مره درتو، كنبسوه بداك الزيت حتى كينسجم ويدخل ليه لداخل مزيان. عاد كنرشوا المره الاولى بالماء، نرشوا غير شويه قليل حتى كنفوروه المره الاولى، عاد كنبداو نطيو في الماء. هنايا غادي نرويو بالماء طيب. كنعرفوا في عيد الكبير كتكون العادات والتقاليد، كل واحد اشنو نتبع وشنو القاعده ديالو اولا العاده ديالو. هذه عاده ديال كل واحد وعادته. كل واحد كاين اللي كيفور على الكتاف، كاين اللي كيدير هكا العنقره. المهم راه المغرب تبارك الله عامر بالعادات والتقاليد وكل منطقه وشنو فيها. هنايا خديت البصله، درت فيها التوابل، الملحه والبزار، القرفه، ودرت فيها شويه ديال القرنفل وشويه ديال الورد سمتو بها. وخديت المرقه ديال هاد العنقره باش غنرويها بها ونديرها طيب. هنا الكسكسو كنفوروه 3 ديال المرات. المره الاولى كنبسوه بشويه الماء، والمره الثانيه حتى الثالثه عاد كنديروا ليه الزيت اولا شويه السمن. كاين اللي كيفوروا غير مره اولا جوج ممكن، انما انا كنحاول ندير فيه 3 المرات، فما كتقنعنيش مره واحده ولا جوج، يعني واخا يكون بحال السميده كندير 3 المرات. المهم كنبقاو غاديين بهذه الطريقه اللي معروفه ودائما راه فيت اللي درتها معكم شحال من مره. هنا لاحظتوا واحد الزلافه رانا فزقه فيها الزبيب، غسلته مزيان وفزقته في الماء. كنخليهم فازق باش لا كان شي تراب كيهبط. فاش كنطيبوا البصله حتى كطيب وكترطب، يعني ما كتبقاش قاصحه، عاد كنرميوه كنخليه هو الاخير. وكنزيدو هنا يا اما السكر يا اما العسل. الا كان العسل عندكم زوين اولا منسم بشي حاجه تا هو كيواتي هاد التفايه مزيان. هنا درت انا شويه السكر ودرت حتى العسل. هاد العسل الا كان ديال الليمون كيجي غزال فيه هاد التفايه. هنا في الاخيره اولا الفوره الاخيره غادي ندوز باش نسقيه. هنا كناخذوا الكسكاس وكنصفوا المرقه في الكسكاس. هاد الطريقه راه مميزه سبحان الله. كنحيدو فيها في هاد الكسكاس كنحيدو منه بحال مثلا عظيمات اولا البصله اللي ما دابتش. وهذيك المرقه اللي كتهبط لينا من الكسكاس كنخلطوها مزيان مع الكسكسو كما تتلاحظوا حتى كنحسوا به يعني فزاق ودخلت ليه المرقه في كل شيء، ما كيبقاش ابيض كما كاين في العاده ديالنا، كيتخلط كله. وغادي ناخذ واحد البول اولا زلافه كبيره وغنطراسي بها الوسط كما كتلاحظوا حتى كان نبين واحد البلاصه اللي غنحط فيها اللحم. غنحط فيها الطريفات هكا ونقادهم، وعاد نحط التفايه فوق منهم نغطيه به كامل. ومن بعد الا كان حسيت به انه مازال خاصو الروا كنزيد شويه الروا هكا من الفوق ونقادو. المهم هاد الكسكسو كيجي لذيذ ومميز كما قلت لكم، ماشي عادي.
خصوصا بهاد العنقره وبهاد التفايه ديال المنسمه اللي قلت لكم، كتجي فنه وفيه واحد المذاق لا يقاوم. جربوا هاد الطريقه وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كنقدموه بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وبشي كومونتير باش تشجعوني، والله يحيينا ويحييكم من القبل، والى فيديو قادم ان شاء الله.